السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الخوت العزاز الغاليين في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يلقاكم بصحة جيدة وعافية. نتمنى اللي شاف منكم اخوتي العزاز هذا الفيديو يعطينا اللايكات والبارطاج ديالكم فضلا منكم وليس امرا. وكذلك اخوتي العزاز ما تبخلوش علينا في اسفل الفيديو تعليقاتكم ارائكم استفساراتكم باش الفيديو كيطلع عند بزاف ديال الناس وكيتشاف عند بزاف ديال الناس. المهم خوتي العزاز ما نطولش عليكم في هذه المقدمة الطويلة العريضة وندخل معكم الى صلب الموضوع مباشرة. المهم خوتي العزاز مازلنا في القضية ديال لبنى مع كوثر والتهجم اللي تهجمت عليها البارح. اخواني اخواتي خرجت يسرى اليوم بواحد الفيديو كتاكد او كتقول باللي انه ما كانش تهجم بل غير لبنى كذبات باش انها تطيح الباطل ودير البز وداك الشيء. المهم هذا الشيء هذا اللي كامل سمعناه في الفيديو ديالها. هاد الخلافات اللي نايضه مره اخرى ما بين لبنى ويسرى سمعنا شنو وقع ما بيناتهم وداك الشيء. هادشي كامل ما عندناش به مشكل اخواني اخواتي، ولكن غنركزوا اخواني على اللايف ديال سميرة. غنركزوا على اللايف ديال سميرة. علاش نركزوا على اللايف ديال سميرة؟ لان اللايف ديال سميرة تقال فيه بزاف ديال الحوايج، وتقال فيه ان كوثر تهجمات على لبنى وضربات لبنى وريشات لبنى مع جوج اخرين. يعني هذا اللايف هذا كيشهد او كيأكد الهجوم اللي كان على لبنى. انا خوتي العزاز مازال مره اخرى وكنكررها لان كنلقى بعض التعليقات او هجومات عليا انا راه ماشي من طرف لبنى او جاي من جهتها او كذا. مي هذا التصرف اخواني اخواتي اللي دار وبالضبط قدام السجن وقدام واحد المؤسسه سجنيه، وهذا يعني كتسمى باللي ان بلادنا ما فيهاش قانون، وباللي ان اي واحد دار لك شي حاجه تمشي تضربو، اي واحد هضر معاك تمشي تضربو، اي واحد سبك تمشي تضربو ودير شغل يديك. هادشي اللي انا كنوصل للمتابع باش ما نبقاوش كنشجعوا لهاد النقط هاد. ولان بعض المتابعين كيقول لك راه فريمون خصها تاكل العصا، راه خصها تضرب، خاصها تريش مزيان عبرت عليها، لا مزيان خصها تاكل العصا. وهادشي اخوتي العزاز راه حنا بحال اللي كنشجعوا على ان بلادنا ما فيهاش قانون، بلي ان بلادنا بلاد السيبه. وبالعكس حنا كنعرفوا الامن والامان في بلادنا، والحمد لله بلادنا مأمنه من جميع النواحي واحسن بلاد في الامن والامان. واي واحد تضر كيلتجئ الى القضاء والى القانون وغينصفو وغياخذ له حقه. ما كنديروش شغل يدينا او غادي نمشيو نتهجموا على واحد المراه كيف ما بغات تكون خايبه، تكون اللي بغات تكون. حنا كنعرفوا بلي ان فيها قوه التفلسيف وقوه الهضره وداك الشيء، ولكن ما غيخولش لينا الحق او ما غيعطيناش القانون اننا نمشيو نتهجموا عليها ونضربوها. هذه واحد الجانب اللي خص اي واحد يعرفه. واي واحد من القنوات اللي كيخرجوا كيقول لك حقا راه عبرت عليها ومزيانه، وشحال من واحد كيطبل دابا الكوثر وكيقول لك فريمون مزيان انها تضربها، راه مي غطيح في ارض الواقع وغطيح في الواقع في مي غطيح الشكايات وفي الشهاده الطبيه وغتدير بها شكايه ما غتوليش برافو غنوليو عاوتاني كل التضامن مع كوثر مسكينه مظلومه ومشات للسجن كذا. وهذا الشيء هذا راه كيعاقب عليه القانون. ماشي بالضروره انه يكون الضرب والجرح يخلي واحد عاهات دائمه او مثلا يخلي واحد لاطراس. راه الضرب والجرح كيتعاقب عليه القانون في الفصول. كاين واحد الفصول كيخولها لينا القانون، مثلا الفصل 400 فصل 401 فصل 402 وانت غادي في الفصول كاين اللي فيه الضرب والجرح فيه عاهات دائمه. مثلا كيكون العقوبه السجنيه ديالو كتراوح ما بين 5 سنين وزيد وانت طالع وكل حاجه وهي وديالها. اذا اخواني اخواتي البارح لبنى دارت شهاده طبيه كتفوق 30 يوم. هادشي اللي سمعت وهادشي اللي عارف اخواني اخواتي. انا ما شفتش لا شهاده طبيه لا حتى شي حاجه، مي داكشي اللي سمعنا من بعض الناس اللي كيتواصلوا بها باللي انها دارت شهاده طبيه فوق 30 يوم غدير شكايه ديالها بهاد الناس هادو. وهاد الطبال ديال المتابعين والطبال ديال القنوات عبرت عليهم برافو عليها. ها فين غيوصلنا، وخصوصا داك اللايف ديال سميرة اللي لايف غير موفق لانها كتعطي فيه تفاصيل هاد الواقعه.
عطات فيه جميع التفاصيل الواقعه، بلي انها تهجمت عليها، وبلي انها تبعتها حتى للدار، وبلي انها ضربتها، وبلي انها جلست عليها، وبلي انها ريشتها، وبلي انها كذا. يعني تفاصيل. يعني هنا هذا اللايف هذا في صالح لبنى، في صالحها في جميع الحالات، لانه كتاكد الواقعه. يعني بلي انها تضربات، ما كاين ما ولكن. واخا خرجت اليوم يسرى كتقول لك لا حقا احنا ما شفناش بلي انها كاين ضرب ولا ما كاينش ضرب، وكذبت بزاف ديال القنوات ومن بينهم سميره بلي ان ما كاين لا ضرب لا حتى شي حاجه. ولكن سميره كتاكد بلي انه كاين ضرب، بلي انها تضربات، وفي اللايف ديالها قالت بلي انها تضربات وتهجموا عليها وداو لها التليفون وتبعوها حتى لدارهم. وهذا الشيء هذا راه كيعاقب عليه القانون. راه ربما حنا بنادم كيبقى غير كيهضر، ربما كيبقى بنادم غير كيقول بلسانه وغير كيطلقها، وهذا الشيء هذا راه كيجهل بنادم القانون، وهذا الشيء راه غيعاقب عليه القانون. وانا ضد هذا الشيء هذا، ضد التهجم وضد البلطاجيه وضد اي حاجه كتقيس سلامه المواطن، لان هذه مواطنه. واخا تكون كيف ما بغات تكون خايبه، تكون زوينه، تكون كدير، كتفعل، كترك، كيبقى هذا الشيء هذا في المواقع. لان كل واحد عنده فمو، كل واحد بخبيزته كما كنقولوا. راه ماشي حتى شي واحد هنايا فينا ما كيدير حتى شي حاجه، ما يمكنش غير هي اللي كدير. راه حنا نكونوا حقانيين، جي علينا وجو علينا، بلا ما نبقاو نغطيو الشمس بالغربال. الا هي كتسب راه حتى الاخرين كيسبوا، الا حنا كنسبوا حتى هما كيسبوا. من التالي باش حنا نجيو بالفرع، باش نكونوا حقانيين ونحطوا النقاط على الحروف، وما نبقاوش كنافقوا ونكونوا منافقين. انا شديت العصا من الوسط، وانا محايد مع الجميع. مي غنشوف الظلم غنخرج نهضر عليه. انا اليوم كنشوف بلي ان هاد السيده هادي تظلمات وتحقرات، ما كانش لازم انهم يضربوها، وخصوصا ان معها بنتها صغيره، معها بنتها وبنتها صغيره، ويتم هذا الضرب هذا مع قدام بنتها وفي الشارع وبالضبط قدام مؤسسه سجنيه. يعني شي حوايج اللي كتسمى هماج. هاد الامور هذه هماجيه، ما خاصش تكون بحال هاد النقط هادو. وحتى اصحاب القنوات كنقول لكم ما تشجعوش بحال هاد النقط هادو. راه بعض المرات راه بنادم كيطيح، راه دابا كياخذوها الانسان غير بالضحك. راه شحال من واحد شفتو كيقول لك كوثر ربينينا كاع ما حشمتي بينا، وغتحشم ما غتحشمش بكم مي غيتم الاستدعاء ديالها والتصنيت ديالها والمتابعه ديالها، راه ما غتحشمش بكم. لهذا الانسان خصو يرد البال للكلام ديالو، ما نطبلوش ونفخو البعره الواحد اللي هو داير واحد الحاجه اللي كيعاقب عليها القانون. هادشي هادي كيعاقب عليه القانون، ما نطبلولوش حنايا. ولو انني نكون انا ضدها ما غنطبلوش، ما نبغيش ان داك الانسان يتاذى. انا هنا باش داك الانسان ما يتاذاش، يفكر مزيان ويعرف شنو العواقب ديال هذا الفعل هذا، ديال التهجم والضرب والجرح. راه عنده متابعات قضائيه، غتكون متابعات قضائيه. ولو ان لبنى عندها 8 شهور سورسي، يعني موقوفه التنفيذ، راه من حقها انها دير شكايه وغتدفع شكايه مرفوقه بشهاده طبيه كتاكد الهجوم. وخصوصا ان اللايف ديال سميره يعني لايف فيه جميع الدلائل باللي ان كوثر تهجمات. يعني كتقولها سميره بصريح العبارات باللي انها تهجمات على لبنى، وباللي انها ضربات، وباللي انها كلات قتله ديال العصا وهلكوها، ضربوها، شفروا لها التليفون، بدات كترغبهم، طاحت في الارض. هادشي هذا كامل راه بنادم كيقولوا في اللايف، راه ماشي انا اللي كنقول ولا شي واحد، انا غير كنفسر وكنحلل. حتى المتابعين ديالي مثلا اللي ما عندهمش مع لبنى او ما كيتفقوش معها او كذا، راه حتى انا بحالكم راه ما كنتفقش معاهم بزاف ديال المواقف. يعني انا بلا ما تلوموني ولا تقول لك حقا قلبتي الفيستا قلبتي وجهك جيتي معاها، لا، انا كنجي مع الحق. انا كنشوف، انا عارف شنو كاين، كنشوف شنو واقع في هذا اليوتيوب، لان كل شيء كيهضر بلا ما نبقاو نغطيو الشمس بالغربال. كل شيء كيهضر، الا ما قالش هذاك، الا ما قالش اخ غايقول تفو. من التالي كل شيء فينا كيهضر بلا ما نبقاو نقولوا حقا هذيك سبت الوالدين. راه كل شيء كيسب، وهاد النقطه ديال سب الوالدين خاصها تحيد، ما خصهاش تبقى. والله يهدينا اخوتي العزاز، ونتمنى يكون خير اخواني اخواتي. مازالت لبنى ما خرجتش بتا شي تصريح
في القناه ديالها، ما عرفناش شنو واقع بالضبط. المهم اللي وصلني الخبار بلي انها فريمون كانت ناعسه في الطبيب، فريمون بلي انا دارت شهاده طبيه، غدير شكايه. حنا غنتظروا واش غدار هاد الشكايه ولا لا. كما كنعرفوا حنا لبنى يعني واحد الانسان اللي نكونوا صريحين مع بعضياتنا. وغنقول لكم واحد النقطه، لبنى لعب اليوتيوب بحالها بحال بوكريشه، والله العظيم لا لعب اليوتيوب. كتلعب اليوتيوب باغا تربح، ما غرضها في شكايات، ما غرضها في حتى شي حاجه. والله العظيم هذه حقيقه، بحالها بحال بوكريشه راه ما كيديروش الشكايات، وانسان باغي غير اليوتيوب، باغي غير الربح. يعني هنا واحد النقطه تحسسب ليها بصراحه، راه باغا غير الربح ديال اليوتيوب، لعبه اليوتيوب. يعني انسان مادام انه لعب لعبه اليوتيوب، حتى واحد اخر خصو يلعب لعبه اليوتيوب. وهذا الشيء اللي كاين اخواني اخواتي. ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا. تحياتي لكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.